استاذ نفسي يبقى ليا اخ. يبقى ليك ايه؟ اخ. طيب النهارده هنتكلم عن فيلم بيت الروبي. فيلم بيت الروبي من بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وطارق عماد والممثله اللبنانيه نور، وظهر كده نجوم كتير في الفيلم زي حاتم صلاح اللي هو نفادي في فيلم الكبير قوي، وكمان محمد عبد الرحمن اللي دوره كان حلو جدا في الفيلم وهتضحك اول ما تشوفه، وكمان المخرج بيتر ميمي هو مخرج الفيلم ده. فهل الفيلم بكل النجوم دول حلو ولا لا؟ خلينا نشوف. قصة الفيلم بتتكلم عن ابراهيم الروبي او كريم عبد العزيز واخوه ايهاب الروبي اللي هو كريم محمود عبد العزيز. وكريم عبد العزيز عايش مع اسرته ومراته بعيدا عن زحمة القاهرة كده في مدينة ساحلية معينة، وبعدين اخوه الصغير بيطلب منه بعد 7 سنين انه عايزه في حاجة ضرورية كده معينة، فلازم يرجع كريم عبد العزيز هو واسرته يرجعوا القاهرة، ومن هنا بتبدأ احداث الفيلم. وبتحصل بقى هنا المفارقة بين احداث القاهرة والدوشة والزحمة وكل اللي بيحصل فيها والتلوث والهدوء اللي في المدينة الساحلية اللي كريم عبد العزيز كان عايش فيه، وهنا بيعيش الصدمة الحضارية وازاي الفرق بين البلد دي والبلد دي. وكمان بيتر ميمي عرف يعمل ده بشكل كويس جدا. خلصتوا كلام؟ احنا خلصنا كلام يا ابراهيم؟ احنا خلصنا كلام، واي كلام في الدنيا محتاج تفكير، واحنا لازم نمشي عشان نفكر. يلا بينا. يلا. طب يلا يا ابراهيم يلا. بالنسبة للتمثيل كريم عبد العزيز عامل اداء ولا هو واو قوي ولا هو تحت العادي، عامل اداء عادي جدا، مش زي مثلا اداؤه في كيرة والجن لانه كان عامل هناك اداء استثنائي. وعلى فكره عملنا له مراجعه هنا في القناه، ارجع شوفها. وبالمناسبه ما تنساش تعمل لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد. فكريم عبد العزيز عمل الدور حلو جدا، وكمان كريم محمود عبد العزيز اللي انت اول ما تشوفه على الشاشه انت هتحبه، سواء بيمثل حلو سواء بيمثل وحش، بس في الفيلم ده هو كان حلو جدا، وكانت كميته حلوه جدا مع كريم عبد العزيز في الفيلم ده. وكمان نور وطارق عماد دورهم كان متوظف حلو جدا، وفي واحده فيهم دورها محوري جدا في الفيلم، يعتبر الفيلم كلها بيدور حوالينه اصلا. وكمان في طفلين، في طفل كده هتحس ان هو ابن اصلا كريم عبد العزيز من كتر ما هو بينكش كده شبهه، وكمان في طفله كانت حلوه جدا في الفيلم، واعتقد ان هم هيستخدموهم الفتره الجايه لانهم فعلا موهوبين. مش عايزهم يتعبوا او يتاثروا باللي حصل لايمان. مالك يا بنت محلوه كمان النهارده؟ بونجورنو. شكلك تاه يا خواجه والمكان مش مكانك. بقى للاخراج والتصوير، بيتر ميمي عمل اداء حلو جدا في الفيلم، وعرف يجسد طبيعه القاهره وزحمتها والتلوث اللي فيها، وعلى عكسه تماما الطبيعه والبحر والهدوء، فكان جامد بصراحه كاخراج وتصوير. الفيلم كان حلو جدا وبيتر ميمي عرف يوظفه كويس في الفيلم. بالنسبه لي رساله الفيلم كانت حلوه جدا، والرساله بتاعت الفيلم كانت حلوه بجد. بيتر ميمي عمل افلام زي شلبي ومن اجل زيكو، الافلام دي كانت فيها رساله بس مش زي الفيلم ده. الفيلم ده رسالته عن اخطار السوشيال ميديا وازاي انها ممكن تسحب البني ادم لدرجه انها ممكن تدمر حياته وهو اصلا مش حاسس، وازاي استخدامك الغلط ليها ممكن تدمرك انت حرفيا. وهتشوف في الفيلم ده ناس كتير، ممكن تشوف حد قريب منك او حد من اهلك بيعاني فعلا من المشاكل دي. هو الفيلم كوميدي بس فعلا كوميديا سودا، لان الاحداث دي كلها فعلا بتحصل حوالينا. وكمان الفيلم بيديك الضوء الاخضر، بيقول لك ازاي تعالج ده وازاي ممكن تقدر تحمي نفسك واطفالك من ده. وكمان الفيلم ادى اشاره كده لاستخدام الاطفال للسوشيال ميديا وازاي ممكن تاثر عليهم بشكل او باخر، لان الفيلم فعلا بيجسد الواقع اللي احنا عايشين فيه. هو الفيلم فيه رساله بس تحس ان هو بيديك كده المعلومه بالمعلقه، وده كويس للاجيال الصغيره انها تحاول تستوعب. فيلم لطيف ظريف خفيف لايت كده، وفيلم عائلي شويه. الفيلم فيه رساله وموجود كمان في الواقع، بس الفيلم ده ممكن يكون حلقه من مسلسل زي مثلا الحلقات اللي بتنزل على واتشت او شاهد. فيلم بس ما يتعملوش البروباجندا ان هو فيلم كامل كده. وكمان انه بينافس مع افلام كتير في عيد الاضحى ده زي فيلم تاج وفيلم البعبع وكمان فيلم مستر اكس، فهيبقى في شده شويه في عيد الاضحى السنه دي. فهل الفيلم السنه دي ممكن ينافس معاهم؟ هنشوف. وتقييم الفيلم ممكن يكون 6 من 10. وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. سلام. فيلم الروبي من الافلام فيلم الروبي من الافلام الحلوه جدا جدا، بس لازم انك